السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هكلمكم عن ماتش مصر واستراليا. ايه اهم نقاط القوة عند استراليا وايه اهم نقاط الضعف عندها. هكلمكم ازاي بيطلعوا بالهجمة، ازاي بيعتمدوا اعتماد كلي على المرتدات والكرات السريعة، ازاي بيدافعوا. قريت كل حاجة النهارده باللقطات، وازاي منتخب مصر ينزل يلعب قدامهم، ومنتخب مصر ينزل بتشكيلة ايه. حلقة مهمة جدا جدا جدا. اهم حاجة بس تعمل لايك والاشتراك، ويلا بينا على حلقة لوز اللوز. ده اول حاجه اكلمكم عن اهم اللعيبه اللي عندهم لاعب مهم جدا جدا، واسمه ايران كوندا. ايران كوندا لعيب مهم جدا، خطير جدا في حته الفاولات. مش عايزين نعمل فاولات على حدود ال 18. خطير جدا في حته الفاولات، وبيلعب على الاجنحه كتير وساعات بيخش العمق. فده اول واحد، ويعتمد عليه اعتماد كلي في المرتدات. هوريك دلوقتي باللقطات. ده اول واحد. تاني واحد هو لاعب اسمه جوردن بوست. جوردن بوست هو لاعب ظهير ايسر، ولكن ساعات بيوديه وينج يمين عشان يهدف بشماله ويشوط. لاعب برضه خطير جدا، بيطلع عليه لدرجة انه ممكن ما يعملوش الهجمة غير لما هو لازم يبصم عليها، فهو مهم جدا جدا عندهم. وبرضه بيعتمدوا على حتة الأطوال، وهم في البدني وفي القوة جامدين جدا، وعندهم البدني ممكن يجاروك لغاية 90 و120 دقيقة عادي جدا. وحتة الأطوال في الركنيات برضو خطيرين جدا. عندهم 3 مدافعين طوال ومهمين جدا. أول واحد اسمه لوكاس، ده عنده 18 سنة ومتر 93. والتاني اللي جنبه هاري سوتر، الراجل اللي احنا كلنا عارفينه، متر 98. واللي جنبه شوكارتي متر 91. فكلهم أطوال، والحارس متر و90، فكلهم أطوال. فلازم ناخد بالنا من حتة الركنيات. اول حاجه هقول لك ازاي بيطلعوا بالهجمه. نبدا. بص ان هو بيلعبوا ان هو بالتلاتة دفاع، ساعات بيلعبوا بتلاتة خمسة اتنين، تمام. وفي حالة الدفاع بيبقى 5-4-1 او 5-3-2. ان هو التلاتة الدفاع معاهم الكورة. بص التلاتة الدفاع نقلوها لبعض لغاية لما وصل شوجارتي وصل الكورة للراجل اللي اسمه جيردون. بص اللي بقولك عليه، استلم الكورة هنا، هو كان في ناحية اليمين، وطلع الراجل بيها. الراجل سندها ورا الراجل. بص كانت هجمة خطيرة جدا، كانوا ممكن يجيبوا منها جون. دي أول حاجة. تاني حاجة عادوها تاني، هي ازاي بيطلعوا بالكورة. عادوها تاني برضو الكورة مع الراجل لوكاس اللي أنا قلتلك عليه، خطير جدا. اللي اتلعبت ليه هاري سوتر استلمها وداها ليه شوجارتي بصاها للراجل اللي هو الباك سندها للديفندر. الديفندر طلع من لمسة واحدة جوردن بوس راح بسرعته، عدل وسدد، والكرة دي حارس صدها، وكانت كرة خطيرة جدا. فهو بيوديه عشان الحتة دي، بيوديه عشان النقطة دي. هنا برضو بص التحول السريع، الكرة كانت مع الراجل، افتكها قصاد الراجل اللي في خط النص، سندها زميله لمح ارن كوندا طاير على طول، فقام لعبها له في المساحة. وارن كوندا راح بسرعته، وصل لل18 وهدي. الراجل طلع له لعبها له وشاطها، وكانت كرة خطيرة جدا جدا جدا. فهم بيعتمدوا على المرتدة، بيعتمدوا على الكرة دي اللي هو باصي ويحدف لارن كوندا، يطلع على جوردن بوس، يطلع على محمد اللي عندهم لاعب اسمه محمد برضو بيطلعوا عليه. فهم بيطلعوا على التلاتة دول. كرة تانية برضو قدام تركيا، الجون اللي جابوه الحارس على طول لعب قلب الدفاع وصل الراجل من اللي طاير كالعادة، وهو ألان كوندا. لعبها له على طول في المساحة، ألان كوندا راح بسرعته. بص نكشها ازاي من جنب الراجل، لاعب كبير جدا يا جدعان. بص نتشها ازاي من جنب الراجل، وراح وسط التلاتة، وراح وسجلها بطريقة مبدعة. فياريت نخلي بالنا من الراجل ألان كوندا ده، خطير جدا مهم جدا، ياريت نخلي بالنا منه. وبعد كده هو بص الجون التاني بتاعهم، بص عامل ازاي. الراجل قطع الكورة. بص طريقة الدفاع تركيا عاملة ازاي، كانت وحشة جدا. باص واحد ضرب 4 ولا 5 في الصورة. الراجل قام راح بسرعته، راح كان عنده اختيار انه يباصي في الجنب هنا على الشمال للراجل الفاضي ده، ولكن هو اختار حل التسديد وسدد، ودخلت بالفعل وكان هدف. وهم راحوا بالهجمتين دول طول الماتش، يعني هو راح بالهجمتين دول طول الماتش وسجلوهم. فياريت نخلي بالنا منهم. الناس ديت خطيرة جدا في حتة المرتدات. فكك من ان هما بيدافعوا، ده منظرهم في الدفاع. بص يعني انا هجيب لك دلوقتي نقاط الضعف بتاعتهم، ده منظرهم في الدفاع، تمام. بس بياخدوا الكورة في اقل عدد لمسات، بيبقوا عند جونك يا معلم.
فيا ريت نخلي بالنا من الحته دي. يلا بينا على نقاط الضعف. نيجي بقى لنقاط الضعف عندهم. اول حاجه ان هو كان قدام منتخب امريكا بيحضروا برضو 3 ورا، الراجل نزل، الباك نزل استلم الكورة، الراجل فتح على طول، عملوا استريتش للملعب، الراجل فتح له على طول على الطرف، حطها له، الراجل دخل بالمدافع على طول لجوه وقطم. كان في سيرد باك نزل المهاجم سحبه ونزل معاه، الراجل خدها راح بسرعته ولعبها بالعرض والهدف، وده كان هدف امريكا فيهم. فدي برضو نقطة المفروض نستغلها، لازم نبني على الارض، ما تلعب لهمش طويل، الناس ديت زي ما انت عارف كلهم طوال، فمش عايزين نلعب حتة الكرة الطويلة ديت كتير. العب على الارض، العب باصات قصيرة هتقدر تكسر دفاعاتهم. اهي ده الجون. عندهم برضو نقطة تانية ومشكلة تانية، وهي نقطة الكرات الثابتة. الكرات الثابتة هما بيبقوا متمركزين غلط خالص، فاهمني؟ ومين لاحظ الحتة دي؟ امريكا. بص الفاول دوت كان مع الراجل، بص ينوت على الدايرة، مفيش حد خالص مع الراجل لعبها له وشاطها وحصل دربكة، وده اللي سبب في الجون التاني لامريكا. فلازم نستغل حتة الكرات الثابتة، بيبقوا واقفين غلط، بيبقوا مرتبكين رغم طولهم، ولكن انت ممكن تخبطهم من الحتة ديت. برضو الكرة ديت بص كانت كرة خطيرة جدا، امريكا قطعت الكرة، بص لما نفذت المرتدة الراجل قطعها بصها لزميله. التلاتة قلوب الدفاع بطاء جدا، بطاء يعني، هو رغم طولهم، رغم ان هم جامدين ومش عارف ايه في حالة الدفاع، انما انت لو عملت عليهم هجمة مرتدة هم بطاء جدا. انا شايف مرموش اهو قدام عيني، بص الراجل حطاله في المساحة، بص الراجل راح انفراد، صلى على النبي، الشارع كله فاضي قدامه، بص راح، ولكن هو بطيء وشاطها، وساعتها خبطت طلعت ركنيه. والله شايف مرموش اهو قدامي، فيا ريت نستغل الحته دي، نستغل بطئهم، نستغل اللي احنا اول ما ناخد الكوره نعمل المرتده السريعه على طول بسرعتنا بصلاح ومرموش، ان شاء الله نقدر نستغل. وفي كرة تانية بص هنا هوت المساحة الفاضية ديت في عندهم، بص الكرة المساحة دي المفروض صانع اللعبة عندنا ايا كان امام عاشور او زيكو او اي حد هيلعب، المفروض نستغل المساحة دي، بص فاضية خالص فاضية خالص. وبرضه على حدود ال 18 الكرة دي اتلعبت وشاطت، اللي اتعملت مرتدة اللي جت في تركيا منها الجون. يعني مش عايزين حتة الكسل، اللعيبة ملحقتش ترجع ليهم، عملوا مرتدة على طول. عايزين اول ما الكورة تتقطع من منتخب مصر كلهم يرجعوا على طول، ليه؟ عشان حتة المرتدات دي. فبص ان هو برضه على حدود ال 18 كتير قوي بتبقى فاضية، فعايزين نختار حل التسديد، عايزين حتة من على حدود ال 18 امام عاشور وصلاح ومرموش اللي رجله كويسة يشوط. ليه؟ بص على حدود ال 18 بيبقوا كلهم راجعين لو بلوك، فالحته دي بتبقى فاضيه، فبيبقى في ايديك تشوط. يعني الكره دي كانت ممكن تيجي جون، ولكن ما قدرش يشوطها بشكل كويس، ينوط وتشوط جت في ايد الحارس. بص ينوط الكره ديت على الطرف، كلهم باصين ناحيه الكوره، لو ملاحظ كلهم باصين ناحيه الكوره، مش واخدين مين بالهم في ظهرهم، فاهمني؟ مش واخدين بالهم مين في ظهرهم. فالراجل خد الكوره وموه ان هو هيشوط وهوش، بص الراجل عمال يقول له انا اهو انت شايفني انا اهو، ولكن الراجل ولا هو هنا، هو بص واقف لوحده خالص، لو كان ركز وكان بصله كان ممكن تسبب في هدف في ماتش تركيا، ولكن الراجل شاط طلع بره. برضو في نقطة قوة عند منتخب استراليا، وهو بيلعب الكرات الثابتة على الراجل الطويل اللي هو متر 98، الراجل هاري سوتر اللي احنا عارفينه. بص الكرة بتتلعب له ما شاء الله، شجرة طالعة فنخلة طالعة بيشوطها، ودي كانت ممكن تبقى جون وكرة خطيرة جدا ليهم. فلازم نخلي بالنا من حتة الكرات الثابتة ليهم ونستغل عليهم، لان هي عليهم هم وحشين، فاهمني؟ ليهم هم مميزين بسبب الاطوال اللي عندهم. وهقول لك على التشكيلة اللي المفروض منتخب مصر ينزل يلعب بيها، لكن عليهم هم بيبقوا واقفين مش منظمين خالص. هنا هو برضو بص، هنا هو بقى الكرة الوحيدة اللي تركيا اول ما عرفت ان حتة المساحة اللي انا بقول لك عليها لاحظوها، الراجل عمل ايه؟ بص الكوره وجري خد الراجل معاه، تمام، خد الراجل معاه بص في المساحه، فالباك استغل ان مفيش حد لمحها، جري فيها الراجل حطها له في المساحه، وبص وصل لفين. كانت كوره خطيره جدا ولكن ما قدروش يستغلوها وضاعت الهجمه.
فده هيبقى منظره، فاهمني؟ يعني انت وانت معاك الكوره ده هيبقى منظره من 10 تحت الكوره، فاهمني؟ 11 يا باشا تحت الكوره نقفل لك، فاهمني؟ فتمريرات بسيطه في حتت بسيطه انت ممكن تخلص عليهم تمريرات ولمسه سريعه على طول، فاهم انت؟ اللي هو 1 2 1 2 الكرة السريعة على طول انت ممكن تقدر تخطف. وان شاء الله منتخب مصر يعمل ماتش كبير، وان شاء الله اللعيبة تقدر تركز ويخلصوا الماتش. تشكيل منتخب مصر اللي المفروض ينزل قدام استراليا يلعب بيه: اول واحد هو مصطفى شوبير في حراسة المرمى. ركز في الكرات الطويلة لان هم كلهم اطوال، فيا ريت يركز ويا ريت يطلع بالبوكس ويكون البوكس صح الصح. قدامه محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد. الاتنين دول لازم يبدأوا بسبب حتة الأطوال، هم عندهم حتة الأطوال زي ما انت شايف كلهم نخل عندهم، فانت لازم تنزل الناس الطويلة اللي عندنا اللي هو حسام وربيعة. والناحية التانية زي ما بقولك هما الجنب دوت ساعات جوردن دوت بيروح ناحيته واحمد فتوح مصاب، فهيبقى اللي هيلعب كريم حافظ. يا رب يبقى قد مسؤولية، ويا رب يبقى يعني يبقى مركز في الماتش وربنا معاه في الماتش دوت، لان ممكن يلعب عليه واحد خطير زي الان كوندا في المرتدات او الراجل اللي اسمه جوردن. اتنين ديفندرات وهو حمدي لو خلاص خف حمدي ومروان قدام، يبقى زيكو على الشمال وصلاح على اليمين، وفي القلب صانع لعب يعني امام عاشور، وفي الهجوم مرموش. دي احسن خطة انت تنزل ماسك الملعب، فاهمني؟ عايز تحولها ل4-4-2 وتهاجم من على الاطراف زي الهجمة اللي وريتها لك قشطة. عايز تعمل زي ما تركيا عملت وتبقى زنقهم برضو كده وتسدد كتير من بره او تمريرات قصيرة معاك، دي خطة كويسة جدا جدا للمواجهة. وان شاء الله منتخب مصر يفرحنا ونكسب ماتش استراليا باذن الله ونوصل دور 16 ونشوف مين اللي هيكسب من الارجنتين والراس الاخضر عشان نقابلهم في دور ال16. وكده تبقى انتهت الحلقة. ولو عجبتك متنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عجبتك رن الجرس عشان تشوفنا على طول. كان معكم محمد ماهر في برنامج كرة بالعقل. سلام.